بعد ما دخلت لعالم تاني خالص، عالم مؤذية، عالم ما عندهاش غير النفاق. عاشت في بيت واحد نطع، من أول يوم اتجوزها فيه قال لها كلمتين ما يتقالش عليه راجل. قال لها أنا مش هصرف عليكي. أما أنت متجوزها ليه؟ عشان اللي تصرف عليك؟ المهم أسماء عاشت. أول حاجة عملها المعلم أخد منها العفش بتاع اللي هو الأدوات الكهربائية وراح باعها. الغسالة والتلاجة والشاشة والبوتاجاز. قال لها الحاجات دي ملهاش لازمة، لأن احنا هنعيش مع أهلي تحت، وانتي هتخدميهم ومش بمزاجك، ده غصب عنك. وانا عندي توقف هنا في الحتة دي، معلش انا اسف جدا. البنت اللي انت بتروح تجيبها من بيت اهلها هي زي اختك. البنت اللي انت تعبت وشقيت عشان تعرف تتجوزها برضو زي اختك. فما ينفعش ان انت تعملها بطريقة زي دي. ولما تخدم اهلك ده بطيب خاطر منها، يعني هي مش